السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنحضر مع بعض صينيه البوريك باللحمه المفرومه بطريقه سهله جدا جدا. هنعمل الجمال ده كله في دقايق. هنحضرها بالجلاش يعني بدون عجن وبدون فرد. هنعمل خلطه توريق هتخليها عامله زي البوريك الاصلي بالظبط. من احلى الوصفات اللي ممكن تجهزيها وتحضريها في رمضان وتحطيها على سفرتك على الفطار، وكمان مناسبة جدا للعزومات لانها ممكن تجهزيها من قبلها بيوم وتدخليها التلاجة وتطلعيها قبل الفطار على طول تدخليها الفرن وهتكون جاهزة معاكي في دقايق. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. اول حاجه هنجهزها العصاج او الحشوه اللي هنحشي بيها البوريك. نص كيلو من اللحمه المفرومه هننزلها في طاسه فيها معلقتين زيت او معلقتين سمنه، وهنسيبها لحد ما تلون كده تبتدي تلون. بعدين هنحط عليها البهارات بتاعتنا: فلفل اسود، خلطه بهارات مشكله، ربع معلقه صغيره قرفه، وده لو بتحبي طعم القرفه. لو مش بتحبيهاش ممكن تستغني عنها. وهنقلب الخلطه بتاعتنا دي كويس قوي كده مع البهارات، ومش هننزل البصل الا لما اللحمه تشرب ميتها. بصلايه كبيره مبشوره هننزلها وهنبتدي نقلب مره تانية، ومش هنحط الملح دلوقتي خالص. اول ما نلاقي اللحمه ابتدت تدخل في السوا او العصاج ابتدى خلاص يستوي هنملح. دلوقتي بقى يجي وقت التمليح، عشان لو حطينا الملح من الاول بيأخر السوا. هنقلب تقليبه كده بسيطه كده. تمام، الحشوه بقت جاهزه معانا، بسيطه جدا وما حطيناش فيها اي مكونات مكلفه، حتى الفلفل الاخضر استغنينا عنه. بينا نجهز الخلطه او التشريبه اللي هنشرب بيها طبقات الجلاش: كوبايه من الحليب، نص كوبايه كده من الزبادي. الزبادي ده بيطري الجلاش جدا جدا وبيخليه عامل زي البوريك الاصلي فعلا. ربع كوبايه زيت على سمنه، بيضه واحده، معلقه بيكنج باودر صغيره، فلفل اسود، بهارات، بابريكا، وممكن طبعا نستغنى عنها، انا هحطها بس للون. وبعد كده هنملح شويه ملح كده صغيرين نملح بيهم الخلطه بتاعتنا دي. هنقلب كويس قوي قوي لحد ما الخليط كله يندمج مع بعضه. هنجهز الصينيه اللي هنشتغل فيها بالفرشه كده، دهنه سمنه او دهنه زيت. هنحتاج معانا لفه جلاش نص كيلو. هناخد كده كل ورقتين من الجلاش وهندهنهم بالتشريبه اللي احنا جهزناها، وطبعا هنلف بقيه لفه الجلاش في فوطه علشان ما تنشفش. هنبدأ كده ناخد من الحشوة بتاعتنا ونفرد على طرف ورقة الجلاش. هنفرد الحشوة بتاعتنا وبعد كده هنلف. انا لفيت استعنت كده بكيس بلاستيك ولفيت بيها الرول بتاعنا علشان ما يتقطعش مننا. ممكن طبعا نستغنى عنه، هي بس بتخلينا نتحكم شوية اكتر في ورقة الجلاش تخليها ما تتقطعش مننا. هاخد ورقتين تانيين برضو. انا على فكرة بدهن بس الطبقة اللي من بره، ما بدهنش الطبقتين، يعني بدهن بس الطبقة الخارجية بالتشريبة بتاعتنا. هخلص كل الكمية بنفس الشكل وهرصهم كده جنب بعض في الصينية. جهزت الصينيه كلها، هاخد بقى بن التشريبه بالفرشه وهدهن وش الرولات بتاعتي. هدهنهم كويس قوي قوي وهشربهم. وبعد كده هقطع الصينيه بتاعتي بالحجم اللي انت عايزاه. طبعا انا قطعتها كده على 3، حسيت ان الحجم ده مناسب، ورشيت رشه من السمسم وحبه البركه بتدي ريحه جميله وطعم رهيب للمخبوزات. هدخل الصينيه التلاجة شويه كده نص ساعه او ساعه تتشرب من بعضها، وبعد كده هدخلها الفرن على درجه حراره 200 على الشبكه في النص. هتاخد حوالي ربع ساعه او تلت ساعه. بعد تلت ساعه لما خدتش لون من فوق هنفتح عليها الشوايه بس دقيقتين 3 لحد ما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه الدهبي الجميل ده. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، جميله جدا، ريحتها قلب الدنيا. وعلى فكره ما احتجتش ان انا افتح عليها شوايه، هي بعد تلت ساعه بالظبط اخدت اللون ده وكانت مقرمشه من بره وطريه من جوه وطعمها رهيب. كمان عجبت كل اللي اكل منها. الوصفه بسيطه جدا وسهله وسريعه، جربوها باذن الله هتعجبكم، ومستنيه رايكم في التعليقات. وهنقدمها بقى كده على فرشة بقدونس او هنرصها في طبق بشكل جميل، وهنرش عليها كده بقدونس او شبت، اي حاجة تكسر اللون. وبألف هنا وشفا. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. بشكركم جدا جدا، اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى. شكرا ليكم، سلام عليكم.